يفوز اليوفنتوس على برشلونة بنتيجة 3-0، نتيجة كبيرة في ليلة صنع فيها الوريث الشرعي للكرة الأرجنتينية ديبالا الكثير. خليكم معانا في التفاصيل. ابتدى أليجري تشكيلة بطريقة 4-3-2-1. في حراسة المرمى بوفون، داني ألفيس، بونيتشي، كاليني، ألكسندر ساندرو، سامي خضيرة، بيانيتش، كوادرادو، مانزوكيتش، ديبالا وهيجواين. بدأ لويس إنريكي اللقاء بطريقة 4-3-3 تريشتيجن في حراسة المرمى، وأوموتيتي، بيكي، سيرجيو روبرتو، ماسيو، ماسكرانو، انيستا، راكيديتش، نيمار، ميسي، سواريز. ابتدت المباراة بسرعة وكان المستوى الفني فيها عالي، وفي الدقيقة 7 ديبالا بيلدغ برشلونة بالهدف الأول تحت حراسة شرفية من انيستا وبيكي، وأمام الكرم الكتالوني دون استطاع ديبالا انه يطمع ويسجل الهدف الثاني بكل اريحيه في مشهدين بيوضحوا مدى ترهل دفاع برشلونه بشكل لا يتناسب او لا يمنحه افضليه للمنافسه على البطولات الكبرى. بعد الهدفين حاول برشلونة انه يضغط على اليوفي ويحاول يقلل الفارق، لكن بلا اي نتيجة. وفي كان هجمة مهمة جدا بتاعت انيستا اللي كان المباراة دي سيئة جدا وباين عليه فارق السن وانه راجل كبر سنيا وما بقاش قادر لا بدنيا ولا فنيا انه يلعب زي زمان. في كورة او في لقطة لو كانت جت جون كانت هتفرق كتير في مجريات المباراة. كانت لسه نتيجة 1-0 ضيع كوره ما ينفعش انها تضيع، او من انيستا ما تحديدا ما تضيعش. الشوط الاولاني بتقدم اليوفي بهدفين. في الشوط الثاني حاول لويس انريكي يصلح التشكيله الغلط اللي ابتدى بيها، وزي ما قلنا ابتدى التشكيله غلط انه نزل الفرنسي ماثيو اللي اخرجه ونزل جوميز الاسوأ اللي ما قدرش يضيف حاجه، وحول طريقه اللعب ليه 3-4-3 بل بالعكس تلقى هدف من اخطاء او من نقطه ضعف برشلونه اللي هي الكرات العرضيه في اخر كام مباراه، ونقطه ضعف بقت واضحه جدا للفرقه. اول حاجه ماسكرانو ما كانش ينفع يبتدي في وسط الملعب، بقاله فتره كبيره بيلعب في خط الظهر، ومره واحده هتحطه في وسط الملعب وتطلب منه اللي كان بيعمله بوسكيتس مش هيقدر طبعا، لان فرق كبير فنيا بين بوسكيتس وبين ماسكرانو. وكان واضح جدا ان من كل الهجمات اللي كان في الاخر بتنتهي بشكل غريب جدا عند دفاعات اليوفنتوس ان برشلونه بيفتقد للاعب صانع الالعاب. لويس انريكي يا جماعه مدرب لا حول له ولا قوة، ما بيقدرش يقرا فرقة المنافسة، ما عندهوش بدايل تكتيكية في فرقته، ما بيقدرش يغير طريقة اللعب، مستني او معتمد على الثلاثي ميسي سواريز نيمار ان هم يعملوا كل حاجة، والكورة ما فيهاش كده. وفي نفس الوقت مش قادر يخلي لعيبته تدافع بشكل كويس، وما عندهوش التغييره اللي من على الدكه اللي تصنع له الفرق. فده شيء كويس ان لويس انريكي ده اخر موسم ليه مع برشلونه، والا لو كان استمر كنا هنلاقي بعد كده برشلونه بيلعب في الاوروبا ليج. تواجد بيكي وماتسيو وانيستا وماسكرانو في تشكيله فريق برشلونه خلتها فرقه تقيله في الملعب، و كانوا حمل كبير على الفرقه. بيكي غائب حاضر، ماتسيو ما عندهوش المؤهلات اللي تخليه يرتدي قميص نادي كبير زي برشلونه. انيستا ما ضغطش على ديبالا في الهدف الاول، وغياب اللمسه الفنيه واهدر تعديل النتيجه في شكل وضح في غياب لمسته الفنيه المعهوده في السنوات اللي قبل كده. وماسكرانو لياقته لا تسعفه لبذل الجهد المطلوب في مركز الارتكاز. أليجري مدرب كبير، عارف يعني ايه فرقته، بيقدر يقرا الخصم بتاعه بشكل جيد، طور كتير في شكل وطريقه لعب اليوفنتوس في السنوات الاخيره، يستحق الوصول للنهائي للمره الثانيه مع اليوفي، بل يستحق التتويج بالبطوله. بوفون حارس عملاق فعلا، هو نص الفرقه، تصدي لكره انيستا كانت لقطه فارقه في المباراه، لاني كان ممكن تغير شكل المباراه بشكل كبير. فهو فعلا حارس عملاق وعمل مباراه كبيره جدا النهارده. في النهايه الريمونتادا ما بتجيش الا لمن يستحقها، وعلى ما اعتقد ان البارسا بالشكل دون مش هيقدر
او لا يستحق الصعود. وبس من المؤكد ان اليوفي مش هيبقى لقمه سائغه في الكامب نو زي ما كان باريس سان جيرمان قبل كده. استنونا، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدوسوا شير ولايك للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للقناه عشان تشوفوا وتتابعوا فيديوهاتنا اول باول.